بيبدأ الفيلم وقت ما بريطانيا خرجت من الهند وعملت تقسيم للحدود بين الهند وباكستان عشان الصراع يفضل مستمر للأبد، وهو ده اللي حصل. كل دولة بدأت تشن هجمات على التانية وتكلفوا خسائر كبيرة جدا لحد ما الرئيس الباكستاني عمل معاهدة وتم وقف إطلاق النار. لكن في سنة 1971 لغاها وهجم على قاعدة هندية في بنجلاديش وخلصوا على عدد كبير من الناس ودمروا اسطول الطيارات الحديثة. ووقتها وصلت الأخبار لأهوجة وعرف كمان إنهم قدروا يوقعوا طيارة باكستانية وأخدوا الطيار رهينة، فبيروح بسرعة عشان يستجوبوا ويحقق معاه. وأول ما بيوصل بيسأله اسمك إيه؟ فقال له أحمد حسين. فبيقول أنت كنت بتطير بطيارة ستار سترايكر الأمريكية؟ فقال له أيوه. فبيسأله في هجمات تانية هتحصل علينا ولا لأ؟ فقال له أنت شكلك نسيت قواعد الحرب، أنا مستحيل أقول لك على أي معلومة. فقال له مكتوب في الملف بتاعك إنك حصلت على وسام الشجاعة سنة 1965، إزاي أخدت الوسام وأنتوا خسرتوا الحرب دي؟ فقال له فاكر الهجوم اللي حصل يوم 7 سبتمبر؟ فقال له ايوه طبعا فاكره، انا كنت قائد السرب اللي نفذ الهجوم. قول لي بقى انت ليه اخدت الوسام؟ فقال له لاني قدرت اوقع طياره من السرب بتاعكم. فبيتصدم اهوجة من اللي بيسمعه، وبنرجع بالزمن لسنه 1965 وبالتحديد في القاعده الجويه المسؤول عنها اهوجة، وبنشوف الطيار تابي وبنعرف انه طيار ذكي جدا لكنه مغرور. وبيجتمع اهوجة مع الطيران عشان يعملوا مناوره تدريب، وده عشان يكونوا جاهزين لاي هجوم من العدو في اي لحظه. وبيطلع كل طيار على طيارته وبتبدا المناوره وبينفذوا كل المطلوب منهم. لكن المشكله ان تابي بيخالف الاوامر وبيعمل حركات متهوره جدا وبيكون الكل خايف، لكنه بينزل بسلام. فبيقول له زمايله انت هتفضل متهور كده لحد امتى؟ فقال لهم ده مش تهور، انا لازم اكون مستعد عشان لو حصل حرب. ولما بيكون بيلعب مع زمايله بيجي لهم اهوجة وبيعرفهم ان قدامهم 30 دقيقه ويجهزوا عشان الاجتماع. في الوقت ده بيروح اهوجة للقائد لورنس وبيقول له الكل جاهز وعلى اتم استعداد. فبيقول له الجيش الباكستاني حصل على طيارات ستار سترايكر الحديثه من امريكا وبيتدربوا عليها طول الوقت. فقال له طب ما المفروض اننا نجيب زيهم احنا كمان عشان تبقى القوه متساويه، لكن كده مش هنقدر نقف قدامهم. فقال له الطيارات دي غاليه جدا والميزانيه مش هتسمح، واحب اقول لك ان امريكا بعتهم هديه لباكستان. فقال له خلاص انا هحاول اتصرف. وبيروح عشان يجتمع مع رجالته وبيسالهم هتعملوا ايه لو وقود الطياره بتاعكم قرب يخلص وقدامكم هدف مباشر. فبيقول له تابع هخلص على الهدف ومش مهم اموت. فقال له غلط طبعا، لان كده هنفقد طيار محترف وطياره، والافضل انك تنسحب لحد ما تجيلك فرصه تانية للهجوم. المواجهه الجايه هتبقى ضد طيارات ستار سترايكر، ودي سرعتها ضعف سرعه الصوت وبتقدر تطير 4 اضعاف الطيارات بتاعتنا، يعني مفيش بيننا وبينهم اي مقارنه. فبيسالوا واحد منهم احنا قدامنا فرصه نواجه الطيارات دي؟ فقال له الطيار هو اللي بيحدد مصير المواجهه مش الطياره، وبيطلب من تابي يطلع له ويضربه باقوى ما عنده. وفعلا بيقدر اهوجة يتفاداه وبيلبسه في الحيطه. وبيساله انت اتعلمت ايه؟ فقال له اتعلمت انك قدرت تحول نقطه قوتي لنقطه ضعف. فقال لهم وهي دي الخطه اللي هننفذها. ولما بيخرجوا من الاجتماع بيسالوا عن مراته، فقال له انها قربت تولد بس في مشكله بينهم لانها دايما خايفه عليه. فقال له انا عازمكم على العشاء النهارده وهتكلم معاها. وبالليل بارت مرات اهوجة بتجهز نفسها عشان تابي ومراته جايين، وبنعرف ان هو وتابي اصدقاء وبيعتبره اخوه الصغير. ولما بيوصل بيعرفه انه جايب له هديه وانه بيعتبره مثله الاعلى وزي والده لانه اكبر الداعمين ليه ودايما واقف في ظهره. وبيقول له انا عمري ما هخذلك ابدا. في نفس الوقت بتقول بارت لجيتا انت لازم تتقبلي ان جوزك طيار بيدافع عن وطنه، لان طول ما انت بتفكري ومكتئبه كده مش هتعرفي تعيشي. اهوجة بيحب تابي زي اخوه وطول ما هو معاه ما تخافيش. بعدها بيكونوا كلهم بيحتفلوا وبيفضلوا يرقصوا طول الليل، لكن وقتها بيعرفوا ان باكستان بتنفذ غاره جويه دلوقتي. فبيجروا بسرعه على القاعده وبيعرف لورنس اهوجة انهم مش هيواجهوا الا لو اعتادوا عليهم تاني. وبيطلب منه يطلع هو وطياره عشان يستكشفوا الحدود وبدون ما يدخلوا المجال الجوي الباكستاني، وممنوع انهم يشتبكوا معاهم. فبياخد تابي عشان ينفذوا اللي اتطلب منهم. ولما بيوصلوا الحدود الباكستانيه بيدخلوا مجالهم الجوي وبيشوفوا قطر شايل معدات. فبيعرفوا ان الجيش الباكستاني بينقل معدات تقيله على الحدود عشان هيبداوا الحرب. ووقتها بيشوفهم الجيش الباكستاني وبتدور مواجهه قويه جدا بين الطيارين والجنود وبتتصاب طياره تابي، لكن بيتدخل اهوجة وبيعدي بكل احترافيه وبيضرب صاروخين وبيدمر السكه الحديد وبيفجر تابي القطر بكل اللي فيه. ووقتها بيتضرب عليهم صاروخين وبيقدر اهوجة بذكائه وخبرته يفجروا في الجبل. اما تابي فبيكون في ورطه ومش عارف يعمل ايه. فبيقول له اهوجة ارمي خزانات الوقود بسرعه وافصل المحركات. واول ما بيرميهم بيفجرهم اهوجة فبيغير الصاروخ اتجاهه وبينفجر فيهم وبيقدروا يخرجوا من المجال الجوي بسلام. ولما بيوصلوا بيسالوا انت عرفت ازاي تغير اتجاه الصاروخ؟ فقالوا المستشعر اللي في الصاروخ بيمشي ورا حراره الطياره، عشان كده انا صنعت مصدر حراري اقوى عشان اشتت المستشعرات بتاعته. ولما بيرجع تابي للبيت بيحكي لمراته اللي حصل، لكنه بيعكس الادوار وبيقول لها اهوجة كان هيموت لكن قدرت انقذ حياته وشكرني كتير جدا، لكنها بتكون عارفه انه بيكذب عليها. اما لورنس فبيتعصب على اهوجة لانه خالف التعليمات وعدى الحدود وكمان اتعامل معاهم. فقال له هم اللي ضربوا علينا نار وكان لازم ندافع عن نفسنا. وبيعرفوا ان باكستان بتنقل معدات عسكريه تقيله على الحدود عشان يبداوا الحرب معاهم، احنا لازم نتحرك بسرعه. فبيقول له ما اقدرش اعمل حاجه ولازم نستنى الاوامر. فبيسيبه ويمشي، لكنه بيرجع له تاني وبيقول له احنا لازم نتحرك.
ونعرفهم ان احنا عندنا قدرات عسكريه كبيره. فقال له انا هكلم المسؤولين وابلغك. لكن لما بيكلم القياده بتجيله تعليمات انه ما يهاجمش. وبالليل بنشوف اهوجا وهو ماشي مع الشخص ده، ووقتها بيبدا الهجوم من الطيران الباكستاني وبيدمر كل حاجه قدامه، وفي جنود كتير بتموت. وما بيكونش اهوجا مستوعب اللي بيحصل، وبيؤمر واحد يطفي النور بسرعه لكنه بيموت. وبيستمر الطيران الباكستاني في تدمير المعسكر، وبيقدر اهوجا بصعوبه انه يطفي النور في اخر لحظه، وبيحاول انه يوقع طياره بالمدفعيه لكنهم بيفجروها. ولما الامور بتهدى بيحاولوا يعالجوا الجرحى، وبيتعمل للي ماتوا جنازه عسكريه، وبيكون الكل حزين جدا. وبعدها بتجتمع الحكومه الهنديه وبيقرروا ان مفيش حل غير انهم يردوا الهجوم بهجوم اقوى. وبيؤمر لورنس اهوجا وباقي الطيارين انهم يضربوا اهم 5 مطارات عسكريه في باكستان. فقالوا ال5 مطارات دول مفيش فيهم اي طيارات، يعني مالهمش لازمه. وبيعرفوا ان بعد مراجعه التسجيلات الصوتيه عرف ان الطيارات نفذت مهمتها في نص ساعه، يعني القاعده الجويه اللي بتنزل فيها بعيد عننا، واكيد هو اللي موجود في قلب العاصمه. ولو دمرنا ال 12 طياره اللي عندهم هنضعف قوتهم جدا. فقال له مستحيل ده يحصل، لان طياراتنا مش هتقدر توصل هناك وترجع، لان الوقود مش هيكفي. وكمان القاعده الجويه دي متامنه كويس جدا وصعب نخترقها بسهوله، دي هتبقى مجازفه كبيره جدا. فقال له انا عايزك تثق فيا، انا عندي خطه هنقدر ننفذ بيها الهجوم ونرجع بدون ما حد يحصل له حاجه. وبيوريه كشف باسماء الطيارين اللي هيشاركوا في المهمه. فبيشطب على اسم تابي وبيخلف القوات الاحتياطيه. ولما بيعرف تابي بيكون متضايق جدا، وبيروح لاهوجا وبيقول له انت اللي اخدت القرار ده ولا حد تاني؟ فقال له مش مسموح لك تسال سؤال زي ده، انت تنفذ الاوامر وبس. وبيروح يقول لرجالته احنا تعرضنا لهجوم قوي والقاعده شبه اتدمرت، ده غير ان في جنود وظباط كتير ماتوا، عشان كده احنا لازم ناخد حقنا ونعرف العالم كله اننا مش دوله ضعيفه. فبيتحمس الكل جدا من كلامه، وبيعرفهم انهم هينفذوا المهمه في ساعه و3 دقائق باستخدام 12 طياره، وهيتقسموا على 3 مجموعات. وبيكون تابي زعلان جدا انه مش هيكون معاهم. وبيقول اهوجا الفريق عشان نتجنب الرادارات هنطير على ارتفاع 300 قدم وبسرعه 120 كيلو في الساعه، وهنفصل اللاسلكي ومش هيبقى بينا اي تواصل، وبمجرد ما نوصل للهدف هديكوا الاشاره. لكن لما بيوصلوا وبيفتح اللاسلكي عشان ياكد الاشاره بيتفاجئ ان في 4 طيارات ما طلعوش من المطار، يعني كده في 8 طيارات بس هم اللي هينفذوا الهجوم. واول ما بيوصلوا القاعده الجويه بيدمروا في كل المدافع والطيارات ومش بيرحموا اي حد، وبيدمروا 11 طياره من طيارات ستار سترايكر، وبتكون اخر واحده موجوده في مكان مضاد للصواريخ. فبيفجر اهوجا برج المراقبه اللي جنبه عشان يقع عليه ويدمره بالكامل، وبتنجح المهمه بكل جداره. ولما بيرجعوا بيكون الكل فرحان بيهم جدا. فبيقول اهوجا وهو متعصب للاربعه دول انتوا ليه ما طلعتوش؟ فقال له بول ان حصل سحابه وغبار على المدرج وما كناش شايفين حاجه. ووقتها تابي ركب عربيه وادانا اشاره عشان نشوف المدرج، لان الرؤيه ما كانتش واضحه ابدا. وبعد ما طلعنا وراكم فقدنا الاتصال وما عرفناش نوصل، عشان كده اضطرينا نرجع تاني. ووقتها تابي ركب طياره وطلع وراكم، ولما حاولنا نوقفه ما ردش علينا. وبيكون لورنس متعصب جدا لان تابي دايما بيخالف التعليمات، وبسبب تهوره خسروه هو والطياره. ووقتها بتكلمه مراته وبتعرفه ان جيتا بتولد وعايزه تكلم تابي، لكنه ما بيكونش عارف يقول لها ايه. وبيكلم كل المطارات وبيديهم مواصفات الطياره عشان لو تابي نزل في اي مطار يبلغوه. وبعدها بتكلمه مراته وبتعرفه ان جيتا خلفت بنت، لكن وقتها بيجي له جواب مكتوب فيه ان طياره تابي مفقوده وهيوقفوا البحث عنه. في الوقت ده بيعلن رئيس الوزراء الباكستاني عن وقف اطلاق النار بين الهند وباكستان بعد الدمار اللي حصل عند الطرفين، وبيتم تكريم الفريق اللي شارك في المهمه ما عدا تابي. فبيروح اهوجا يقول للقائد تابي لسه لحد دلوقتي مفقود، عايزين نضغط على الحكومه الباكستانيه عشان نوصل له. فقال انا عارف انك كنت بتحبه، بس لازم تعرف ان الطياره بتاعته اتدمرت واكيد هو مات. فبيروح هو ومراته عند جيتا وبيلاقيها زعلانه جدا، وبتقول له ازاي كلكم تتكرموا ما عدا تابي؟ هو عمل ايه غلط؟ ده كان اكتر واحد بيحب بلده وكان بيتمنى يموت في سبيل الوطن. يا ريت ما تجوش هنا تاني غير وانتم معاكم اخبار عنه. وبنرجع للوقت الحاضر واهوجا قاعد مع احمد وبيقول له فاكر الوقت اللي وقعت فيه الطياره الهنديه؟ فقال له ايوه، كان الساعه 6 و12 دقيقه، وقبلها كان في 8 طيارات هنديه اخترقوا المجال الجوي الباكستاني ونفذوا هجوم على القاعده الجويه، ووقتها ركبت طياره ستار سترايكر عشان اطاردهم. فقال له بس احنا دمرنا كل الطيارات اللي من النوع ده. فقال له دي كانت في مكان تاني، ولما كنت جاي وراكم لقيت طياره جايه ناحيتي وقدرت اكشفها على الرادار من مسافه 15 كيلو، وكان بالنسبه لي فريسه سهله وخلصت عليه بصاروخ بمنتهى السهوله. فبيسال عن الطياره اللي كان فيها فقال انه اختفى وما عرفش عنه حاجه، وبعدين انا قلت لك معلومات اكتر من لازم وكفايه عليك لحد كده. فقال له انت اكيد عارف عيلتك هتعيش ازاي لما يعرفوا انك مفقود، هيزعلوا عليك جدا، بس احنا مش هنعمل كده احتراما ليهم. وبيسيبه ويمشي، وبيروح للورنس وبيقول له انا جاي لك بخصوص تابي والطياره احمد اللي قبضنا عليه قال انه وقع طياره هنديه يوم ما هاجمنا عليهم.
ولحد دلوقتي مش لاقيينه، احتمال كبير يكون عايش. فقال له يعني انت بتشكك في التقرير اللي انا كتبته؟ فبيقول له لا، بس طالما في احتمال 1% انه يكون عايش يبقى لازم ندور عليه. فقال له انا مش هغير التقرير عشان خاطرك انت وصاحبك. بعدها بيروح هو ومراته عند جيتا، وبتكون فاكره ان تابي معاهم، فبيطمنها وبيقول لها انا وصلت لواحد يعرف مكانه، وهنضغط على الحكومه الباكستانيه من خلال الطياره اللي معانا عشان يرجعوا تابي. وبيفضل يدور ويفكر هيعمل ايه، وبيروح يقعد مع الشخص ده وبيطلب منه المساعده، وبيقول له احتمال كبير تابي يكون لسه عايش، وبيقدم له كل الادله والتقارير اللي وصل لها. فقال له انا درست القضيه دي كويس جدا وواثق ان تابي مات، مش عايزك تتعلق في حبال دايبه لانك مش هتوصل لاي حاجه. وبيكون زعلان جدا، وبيقول لمراته انا مش عارف اعمل ايه، بكره هنسلم الطيار الباكستاني والموضوع هيتقفل. فقالت له طالما لسه ما تسلمش يبقى في امل. وفي اليوم التاني بيتم تسليمه، وبيقول اوجه للاعلام اكيد عيله الطيار احمد هترتاح دلوقتي لانه راجع لهم، لكن في طيار تاني عيلته مش عارفه عنه حاجه وهتموت من القلق عليه. فبيتاثر احمد من كلامه، وبعدها بيستقيل اوجه من شغله، وبتفضل جيتا تفتكر اجمل ذكرياتها مع تابي، وبتكون زعلانه جدا لانه مش معاها. وبعد مرور 10 سنين بيجي لاوجه ظرف فيه كتاب، وبيكون عن حرب باكستان والهند سنه 1965، وبيكون جاي له هديه من احمد. وبيفضل يقرا في الكتاب، وبيقول لمراته القصه دي نفس قصه تابي، واللي حصل ده هو نفس اللي حصل يوم ما هاجمنا عليهم. وبيبعت رساله لرئيس الوزراء عشان يتدخل في الموضوع ويحاولوا يوصلوا لتابي، وفعلا بيؤمروا بعمل لجنه تحقيق كامله، والقائد بيكلف كورشي يكون فريق للبحث. فقال له انا عايز اضم اهوجه للفريق لانه اكتر واحد بيدور وعنده معلومات، ولما بيعرض عليه ينضم معاهم بيوافق بدون تفكير. وبيسافر فرنسا ومن هناك للندن وبعدها لامريكا. ويوم الجلسه بيقول رئيس اللجنه لورنس انت رشحت كل الطيارين اللي شاركوا في المهمه عشان ياخدوا وسام الشجاعه، ليه بقى ما رشحتش تابي؟ فقال له لانه مغرور ودايما بيخالف الاوامر، عشان كده ما ينفعش نكرمه. فبيسال اهوجه انت ليه سافرت الاسبوع اللي فات 3 دول؟ فقال له سافرت لندن عشان اقابل مؤلف الكتاب، وقال ان في احداث كتير ما قدرش يكتبها، فطلبت منه يعرفنا الاحداث دي بالتفصيل. فقال ان تابي كان السبب في تغيير كامل في عالم الطيران. وفي سنه 1975 حصل تحقيق في امريكا لانهم كانوا محتارين جدا ازاي طياره قديمه زي اللي مع تابي تدمر طياره ستار سترايكر. ولما سالت مهندس الطيران قال لي لان تابي عنده مهارات في الطيران عاليه جدا، ده غير ان كان عنده اصرار وعزيمه، وبسببه قدرنا نكتشف امكانيه خداع صواريخ ستار سترايكر الحراريه، وقدرنا نطور تقنيات الاشعه تحت الحمراء، وعملنا تحسينات جديده على الطياره بشكل عام. فبيسالوا ازاي تابي قدر يعمل كل ده، فقال لهم تابي هو اللي قلب نفسه، وبيكون حزين جدا. وبنعرف ان اهوجه سافر للطيار احمد عشان يكمل له باقي اللي حصل، وبيعرفوا انه لما ضرب صاروخ على تابي طلع لفوق وضرب طلقه وفصل محركات الطياره، عشان كده الصاروخ غير اتجاهه وانفجر. وافتكرت وقتها انه مات، لكن اتفاجئت انه جاي ورايا، وحاولت كتير ان اخلص عليه لكني فشلت. كنت معجب بادائه جدا لدرجه ان اتمنيت انه ينضم معانا عشان اتعلم من خبراته، لكن وقتها الطلقات اللي معاه خلصت والوقود هو كمان خلص، وخلاص الطياره كانت هتقع. وحاول كتير انه يفتح الباب وينط بالباراشوت لكنه فشل، واتاكد خلاص انه هيموت. وبيمسك صوره مراته وبيودعها للمره الاخيره، وفعلا بتقع الطياره وبتنفجر. وبيوريه احمد القبر بتاعه، وبيكون حزين عليه جدا. وبيعرفهم اهوجه ان تابي بطل وكان بيحب وطنه جدا، وجه الوقت اللي لازم نكرمه فيه لان دي اقل حاجه ممكن نقدمها لواحد ضحى بنفسه عشان وطنه. فبيقول له لورنس انا اسف، احنا هنكرمه باكبر وسام في البلد. ولما مراته بتعرف انه مات بتحزن جدا، وبتروح تستلم وسام الشجاعه لجوزها قدام الكل، وبتاخده بنتها وبتروح تعلقه لاهوجه وبتأدي له التحيه. وبكده بينتهي الفيلم. اتمنى لو عجبك تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.